الانتر الى نهائي دوري ابطال اوروبا بعد ما كسب برشلونة في ماتش من احسن الماتشات اللي انت ممكن تشوفها في دور قبل النهائي في دوري ابطال اوروبا. حرفيا الفرقتين موتوا بعض وقدموا لينا ماتش ممتع جدا جدا جدا، ومن احسن الماتشات اللي انت تتفرج عليها من ناحية المتعة ومن ناحية كم الاهداف اللي احنا شفناها. انتر لحد الدقيقة 52 متقدم 2-0 وعامل شوط اول دفاعيا هجوميا ماسك كل حاجة في المقدم، شوط حرفيا يتدرب لحد ما يبدأ الشوط الثاني وتيجي برشلونة وتعمل الكامباك الجميله، وفي ظرف ربع ساعه بس برشلونه تجيب هدفين وما تسكتش على كده. ده تيجي في الدقيقه 87 وتجيب الهدف الثالث ليها وهدف حسم الصعود وتتأهل برشلونه للنهائي، بس للاسف لمده دقيقتين بس او 3 دقائق بالكتير قوي. وده كله حصل قبل ما يجي رد انتر السريع في الدقيقة 90 ويسجلوا الهدف الثالث اللي بسببه حرفيا الملعب كله انفجر. وبسبب الجون الثالث ده دخلنا على الاشواط الاضافية اللي قدرت انتر انها في نهاية الشوط الاضافي الاول تخطف الهدف الرابع وتحسم التأهل ليها، عشان الفرقتين بمنتهى الصراحة يأكدوا لينا ان احنا حرفيا ما عندناش كورة وما بنتفرجش على كورة اصلا، وان المفروض الدوري المصري او المسؤولين في اتحاد الكورة المصري يدفعوا لينا احنا اشتراك عشان نتفرج على الدوري المصري. في النهاية ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. اشوفكم في فيديو تاني، سلام.